ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس عندما يريد الذهاب إلى عمله، وأما باقي الصلوات فهو يؤديها في وقتها؟ هذا الرجل لا شك أنه فعل إثما عظيما والعياذ بالله، وهو تأخير صلاة الفجر حتى يخرج وقتها. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا أخرها عمدا فإنها لا تقبل منه. لو صلى 100 مرة ما قبلها الله منه، لا صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. الصلوات وعبادات مؤقتة من كذا إلى كذا، إذا أخرجها عن وقتها بغير عذر فقد عملها على خلاف أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وعلى هذا فالذين يؤخرون الصلوات عن وقتها بلا عذر صلاتهم مردودة لو يصلون 1000 مرة. أما إذا كان العذر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فليصليها إذا ذكرها. لماذا يصلي إذا ذكرها؟ لأنه معذور بالنسيان أو معذور بالنوم ليس عنده من يوقظه. وأما من كان عنده من يوقظه من أهل أو من ساعة منبه فلا عذر له. فالذي أنصح به هذا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يقوم إلى الصلاة في وقتها، وأن يؤديها مع الجماعة أيضا، لأن صلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل رجل.